قبل ما نبدأ قصتنا المرعبة النهاردة، لو أنت أول مرة هنا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناة وتكتب كومنت تقول لنا رأيك، علشان ده بيساعدنا نوصل لكم بقصص أكتر وأخطر. دلوقتي جه وقت الرعب. في قرية صغيرة في السودان سنة 2010 عاشت طفلة اسمها رايا، عندها 10 سنين. أمها متوفية من زمان، وهي اللي كانت شايلة هم البيت مع أبوها، بتساعده في رعاية الغنم والزراعة. حياة مرهقة جدا على طفلة، لكنها كانت متعودة عليها. وفي يوم عادي جدا خدت الغنم وطلعت على أطراف القرية زي كل مرة. لكن مع آخر النهار وهي بتعد الغنم، لقت 4 غنمات ناقصين. اتجمدت مكانها، لأنها عارفة إن أبوها شديد وقاسي جدا عليها، وأي غلطة صغيرة عنده بتكلفها الضرب وعقاب. فقررت إن هي مش هترجع البيت من غير الغنم. فضلت تدور وتلف في كل مكان، بس الليل دخل عليها والتعب هدها. في الآخر اضطرت ترجع باللي اتبقى معاها، بس كانت متأكدة إن اللي مستنيها أبشع من أي كابوس. أول ما وصلت البيت وشها كان باين عليه الرعب. أبوها استقبلها بنظرات غضب وسألها، وين الغنم يا بنت؟ بس للأسف هي ما لحقتش تبرر. قالت له وهي بتترعش، ضاعوا. دورت عليهم كتير بس ما لقيتهمش. وهنا انفجر أبوها، مسك العصاية وابتدى يضرب فيها بجنون. يا غبية، ضيعتي غنمي، حقتلك. صراخها ملا البيت، لكن اللي جاي ما كانش مجرد ضرب. الراجل ده كان معروف في القرية بإنه بيغوص في عالم السحر، بيعمل أعمال وطلاسم عشان يرضي الشياطين ويكسب رزق. لما الغنم ضاع افتكر إن السحر بطل ينفع، فقرر إن هو يقدم قربان للشيطان. بس للأسف القربان ده كان بنته رايا. وقفها قدامه وقال لها بكل البرود اللي في الدنيا، قدامك اختيارين: أموتك هسع بالمسدس ولا أرميك في البير وتعيشي مصيرك هناك؟ الطفلة ودموعها نازلة على وشها وعقلها مش مستوعب اللي أبوها بيقوله، بس قلبها الصغير اختار إن هي الأقل رعبا بالنسبة لها. ارميني في البير. ومن غير أي رحمة خدها بإيديها وجرها لحد بير مهجور على أطراف القرية، بير معروف إنه مسكون. وقفها على الحافة بتاعة البير وهي بتبص لتحت، شايفة الضلمة. فجأة أبوها بكل قوته زقها. نزلت الطفلة لعمق 38 متر، لولا إنه كان في غصن شجرة ناشف تشبك على جدار البير. مسكت فيه، لولا الغصن ده كانت وقعت اتكسرت من أول ثانية. قعدت تعيط وتصرخ وأبوها فوق سمع كل حاجة، بس بكل برود لف وراح ماشي، سابها تواجه مصيرها في ضلمة لا يتحملها أي عقل. أول ليلة كانت أطول ليلة في حياتها، ضلمة، أصوات غريبة حواليها، خفافيش وتعابين وعقارب. الطفلة قعدت تعيط لغاية ما صوتها قطع. بعد أيام أطفال في القرية كانوا بيلعبوا حوالين البير، فجأة سمعوا صوت استغاثة ضعيف. اتجمدوا مكانهم، الصوت بدأ يعلى. البنت بدأت تصرخ بصوت أعلى. واحد منهم قال ده صوت جن أكيد، والتاني قال له أكيد مش بشر، ده البير مسكون. وجريوا مرعوبين، رجعوا على بيوتهم وقالوا اللي شافوه لأهاليهم، بس أهاليهم شددوا عليهم إنه اوعوا تقربوا من البير، اللي جواه مش إنس. ومن الليلة دي رايا فضلت وحيدة 38 متر تحت الأرض، والكل سايبها لأنه فكر إن هي شبح. وبعد 40 يوم شاب اسمه عبد الخير كان ماشي جنب البير وسمع صراخ رايا، صوت بنت بتستغيث. جري على أهل القرية وهو بيقسم إن الصوت ده مش جن، ده إنس. الناس اتجمعوا حوالين البير، قلوبهم واقفة من الرعب. قرروا إن هم يربطوا عمائمهم بحبال ويربطوا عبد الخير وينزلوا البير.
الضلمة زادت والخفافيش حواليه. لما وصل لتحت شافها، شاف طفلة صغيرة بس جسمها كله طين، عينيها باصة لفوق ولسه فيها حياة، لكن شعرها كان ماسك في جدار البير بالطين والصخور. في لحظة مرعبة اضطر إن هو يطلع السكين اللي معاه ويقص شعرها عشان يحررها. ربطها في الحبل والرجالة فوق شدوهم بكل قوتهم، وطلعت راية من الجحيم. أول ما شافوها لقوا جسمها شبه جثة، وشها متغطي بالطين، جسمها هزيل وإيديها زي ورق ناشف. لكن الكارثة لما لمسوا شعرها لقوا عقارب صغيرة مستخبية جوه. بدأوا يتخلصوا منها واحدة ورا التانية، والناس بتصرخ وبتبكي. قرروا ياخدوها على المستشفى. في الطريق واحدة من الجارات سألتها: مين اللي عمل فيكي كده؟ البنت بصت لهم وقالت لهم كلمة أثرت في قلوبهم كلهم: أبويا. الناس اتجمدت، إزاي أب يرمي بنته قربان للشيطان؟ الشرطة قبضت على الأب لكنه أنكر. لكن راية لما وقفت قدامهم رفضت تحاكمه، سامحته. ومن هنا سموها أم الشوايل، يعني الست القوية. لكن السؤال اللي محدش قدر يجاوب لحد النهاردة: إزاي عاشت 40 يوم من غير أكل ولا شرب؟ راية بنفسها حكت إن في الليلة الأولى ظهر خيال أبيض بيشع نور، ما تكلمش وما قربش منها، بس ساب جنبها وعاء في سائل أبيض شبه اللبن. شربت وحست إن روحها رجعت لها. من بعدها كان بيظهر لها كل ليلة. بس يا ترى ده ملك رحمة ولا شيطان راضي بالقربان؟ الحقيقة ماتت معاها بعد 4 سنين من الحادثة، لما اتجوزت وماتت بعد سنة واحدة بس بسبب الأمراض اللي سببها لها البير. قصة أم الشوايل هتفضل أبدية. طفلة بريئة اتخذت قربان وتحولت لأسطورة. ودي كانت قصتنا المرعبة النهاردة. لو القصة خوفتك ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناة، تكتب لنا في الكومنت انت شايف اللي كان بيظهر لها كان ملاك ولا شيطان. استنوني في القصة الجاية هتكون أعمق وأرعب.